المكشكشة ترند رمضان السنة دي. قلت لازم أعملها وأجربها وأشوف هتستحق الشهرة دي ولا لأ. وبجد طلعت وهم، ولو كنت من عشاق البقلاوة زيي هتحبيها قوي. وطبقة الكريمة اللي جوه هتدخل قلبك الأول قبل معدتك. أول حاجة هبدأ أعمل السيرم عشان هستخدمه بارد. هنضيف 2 كوب سكر في نص الحلة بالظبط عشان ما يلزقش منك في الجوانب. هضيف عليهم كوب وربع مية. وأول ما الشربات يغلي والسكر يدوب هضيف عصرة ليمون وكام عود من القرنفل، بينقل الشربات لحتة تانية خالص. وهضيف كيس فانيليا، وممكن تستبدلي القرنفل بعود قرفة أو فصوص حبهان، بيدي نكهة حلوة قوي للشربات. هسيب الشربات يغلي لمدة 10 دقايق، وقبل ما ارفعه من على النار هضيف معلقة كبيرة من عسل النحل أو عسل الكلوكوز. تاني حاجة هبدأ أعمل الحشو. هسخن 2 كوب لبن، وهبدأ أحضر 4 صفار بيض. عليهم نص كوب سكر وربع كوب نشا. هضيف معلقة كبيرة فانيليا ونص كوب لبن. هقلب كويس واخلطهم مع بعض، ومش عايزة أي تكتلات. وبعد كده هضيف اللبن الساخن تدريجيا، وهنزلهم على الخليط على هيئة خيط رفيع مع التقليب المستمر. وبعدين هنرفعهم على نار متوسطة مع التقليب لحد لما القوام يتقل معانا. وبعدين هنضيف معلقة كبيرة من الزبدة، هي اختياري بس هتدي للكريمة طعم لذيذ وهتخليه كريمي جدا. كده الحشوة بقت جاهزة معانا. هنصبها في طبق. مهم جدا نغطيها بكيس بالشكل ده عشان ما تعملش قشرة معانا. آخر حاجة هبدأ أجهز الصينية وهدهنها بالسمنة، وهنفرد جواها طبقات من الجلاش. أنا كنت مجهزاها على قد الصينية. هدهن السمنة بين كل طبقتين. حطيت 6 طبقات تقريبا، كانت نص لفة الجلاش. وبعد كده هضيف الحشوة، وتكون بعيدة عن أطراف الصينية عشان ما تتحرقش منها. أما النص التاني من لفة الجلاش هنلف الجلاش على شكل مروحة. هنكشكشها كده ونرصها في الصينية بالطول أو بالعرض حسب ما انت عايزة. ولو ما عندكيش صينية مستطيلة ممكن تعمليها في صينية مدورة وترصيهم على شكل دايرة. وبعدين هندهنهم سمنة عشان تاخد لون حلو. وفي الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعدين نشغل الشواية عشان تاخد لون. أول ما تخرج من الفرن هنسقيها شربات بارد، وهغطيها 10 دقايق كده عشان تكون طرية من جوه ومقرمشة وكريسبي من فوق.
هنزينها بالمكسرات أو السوداني حسب الموجود عندك. بجد طعمها حلو قوي، البقلاوة مقرمشة من فوق ومن جوه طرية والحشوة خطيرة. بجد تستحق الترند اللي هي واخداه. يلا اعمليها في البيت بأقل التكاليف علشان سعرها بره خرافي. لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تعملي لي لايك وتفعلي الجرس عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة.